تعمل إيه لمّا دكتور العظام يقول لك إنك محتاج تعمل عملية؟ بُصّوا يا جماعة، في المجال الطبي مش في مصر بس، في أي مكان في العالم، لازم تتعامل مع الدكاترة على إنه في منهم 3 categories، في منهم نصابين، في منهم بيهبدوا وعندهم bias أو انحياز لرأيهم. هم آخر معلومات عن الحاجة اللي هم بيعملوها أخدوها من أيام الجامعة مثلًا، ممكن يبقى دكتور عنده 40 سنة وآخر معلومة عنده من أيام ما كان بيدرس في الجامعة. وتالت حاجة إنه في منهم ليه مصالح شخصية، زي إن هو مثلًا لمّا تعمل عملية هياخد منّك فلوس وهيكسب. طيب فأنت محتاج تبقى حذر جدًا كواحد عنده مشكلة أو إصابة في التعامل مع دكاترة العظام ودكاترة العلاج الطبيعي ودكاترة الأسنان ودكاترة اللي هم الصيدلانية. كل الناس دي محتاج تبقى حذر جدًا وأنت بتتعامل معاهم. وتتأكد من إن كلامه مش طالع من مصالح شخصية. طيب هتعمل ده إزاي؟ هناخد بقى، عشان أنا باتعامل في المجال ده على طول، أنا دكتور علاج طبيعي، فباتعامل دايمًا مع الناس اللي بتيجي تقول لي دكتور العظام قال لي محتاج أعمل عملية. تعالَ نبُص لمشكلتك إيه. فناخد أشهر مثال وهي عمليات الغضروف بتاعة القطنية، عملية الغضروف. الشخص ده بييجي له وجع في ضهره من تحت، ممكن يبقى يسمّع في رجله. يروح لدكتور العظام، دكتور العظام يقول له ده عندك ديسك. طيب روح اعمل لي أشعة وتعالَ. راح عمل الرنين ورجع للدكتور، يبُص كده في الأشعة يقول له لأ عندك فعلًا 3 ديسكات L4 L5 وL5 S1، ومحتاج إن أنت تخش تعمل عملية جراحية. العملية دي هنعمل فيها إيه؟ هنفتح بس فتحة صغيرة بالمنظار ونشيل الغضروف اللي خارج من مكانه ده. طيب أنت خدت الكلام من الدكتور، اتصدمت، خدت الكلام من الدكتور، ما بقيتش عارف تعمل إيه، فرُحت رايح سمعت بقى الناس بتقول يا جماعة ده في علاج طبيعي، ده في مش عارف إيه، جيت لي قُلت لي ده دكتور العظام قال لي لازم أعمل عملية. طيب خلّينا نفكّر في السيناريو ده. ما ينفعش تاخد رأي في حاجة زي عملية، ما تاخدش رأي دكتور واحد. دي بجد مشكلة ناس كتير جدًا بتُقع فيها. الدكتور اللي أنت رُحت له ده ممكن يبقى زي ما أنا قُلت لك بيهبد، ممكن يبقى نصّاب ومش فاهم هو بيعمل إيه، وممكن يبقى بيعمل ده عشان ياخد فلوس. حلو. طبعًا يا جماعة مش كل الدكاترة كده عشان بس ما حدش يفهمني غلط، هو بالعكس في دكاترة شاطرين جدًا في مجالاتهم وفي مجال الجراحة، ولمّا بييجي له فعلًا عيان مش محتاج الجراحة دي، بيقول له لأ أنت مش محتاج روح اعمل علاج طبيعي. بس في تاني للأسف كتير لأ هم مش فاهمين هم بيعملوا إيه. فأنت عشان تاخد قرار عملية محتاج، أنا دايمًا باقول للناس اللي معايا محتاج على الأقل تاخد رأي 3 دكاترة تانيين. ماشي، تروح ل3 دكاترة تانيين عظام في نفس المجال التخصص ده، اللي هو مثلًا إصابات العمود الفقري، وتسألهم. غالبًا لو أنت مش محتاج عملية هيبقى رأي ال3 التانيين بلاش تعمل العملية وحاول تدوّر على حد. الموضوع ده صعب مش سهل وأنا عارف، بس دي الcriteria اللي لازم تتبعها، لإنه غير كده هتروح تعمل عملية ب60، 70 ألف جنيه، تطلع من العملية عندك نفس الأعراض. تاني حاجة، في أي إصابات ليها علاقة بالعضم أو بالعضلات، دايمًا فكّر في العلاج الطبيعي الأول. حتى لو هتروح لدكتور العظام الأول ما فيش مشكلة، روح وخُد رأيه وممكن يدّيك أدوية تبقى مُسكِّن شوية للألم اللي عندك. بس تاني خطوة على طول العلاج الطبيعي في إصابات العضلات وإصابات العظام. ماشي. وإصابات الأعصاب كمان، مش في كل الحالات بس في إصابات الأعصاب كمان. طيب تفكّر في العلاج الطبيعي تاني حاجة على طول، عشان فعلًا أنت من غير العلاج الطبيعي مش هتقدر تعيش. أنت العلاج الطبيعي بيرجّعك تعيش حياتك من غير ألم مدى حركي كامل، قوة أحسن من الأول. 3 حاجات مهمين جدًا أنت محتاجهم عشان تعمل أي حركة. فما تروحش للعظام تاخد الأدوية وتسكت على كده، لازم تشوف دكتور علاج طبيعي ولازم تعمل جلسات لو عندك أي ألم جامد بقى له فترة معاك وبيسمّع و. فلمّا تيجي تتعامل مع دكاترة العظام وبالذات الجراحين، شُك فيه قبل ما تصدّقه. طبعًا ده مش يعني ده عمومًا في أي حاجة، حتى لو مع دكتور علاج طبيعي شُك فيه برضه قبل ما تصدّقه. بس تعالَ نفكّر في complications أو الحاجات اللي ممكن المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد عملية، عمرها ما هتحصل بعد ما تعمل علاج طبيعي. يعني حتى لو دكتور العلاج الطبيعي كان بينصب عليك، حتى لو الصيدلي كان بينصب عليك وادّاك أدوية غالية مثلًا وغلط، عمرها ما هتبقى زي المضاعفات اللي ممكن تحصل لك بعد عملية أنت دافع فيها كتير جدًا. أنت فتحت في جسمك ودخلت وشِلت حاجة هي already موجودة،
سواء الحاجة دي لازم تتشال أو لأ، ده موضوع تاني، بس أنت شِلت حاجة في جسمك، أنت قطعت حاجة، أنت عدّيت ما بين فتحت جسمك وعدّيت ما بين أعصاب وعضم وعضلات عشان توصل للمشكلة اللي عندك. فالcomplications اللي هتحصل هنا أو المضاعفات غير خالص اللي هتحصل لو عملت علاج طبيعي غلط أو خدت أدوية غلط أو أيًا كان. فدايمًا خلّي بالك من وأنت بتتعامل مع دكاترة العظام، روح لعلاج طبيعي بعد كده طالما إصابتك فيها حاجة ليها علاقة بالعضلات أو بالعضم، وما تكسّلش إن أنت تعمل علاج طبيعي عشان فعلًا هو اللي هيساعدك وهو اللي هيرجّعك تعمل كل حاجة أنت عايزها.